بحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، مع شريف المصري. يعني مش عارف اقول لكم ايه، بس هو النهارده الموضوع اللي هتكلم فيه موضوع عن جريدة الاهرام. وجريدة الاهرام بصراحة جريدة اما نشوفها كده تحسوا انها يعني قلعة. بس الحقيقة الاستاذ احمد لما جه كتب الاستقالة المسببة بتاعته، حسسني باحساس جامد جدا انه بيتكلم على الاهرام العقارية. يعني شركة عقارية او شركة زي اوراسكوم كده، ومن ضمن الانشطة اللي موجودة عندها اون تي في، عندها اسهم في اليوم السابع، عندها اسهم في مصر اليوم. يعني ما حسسنيش ان جريدة الاهرام دي او الاهرام دي آه، منارة ثقافية. يعني اللي ما يفهمش يعني ايه اهرام، ما يعرفش يعني ايه مطابع الاهرام، ما يعرفش يعني ايه كل الكتب بتطبع فين، ما يعرفش ان الجرايد اساسا كلها ال الخليجيه بتطبع في الاهرام. يعني حاجات كده. هو بصراحه خلاني اما قعدت ابص للكلام كله بالظبط كأنه بيتكلم عن شركه عقاريه. يعني والانجازات اللي هو عملها وبتاع، وانه ما استخدمش اي نوع من القروض. اللي هو واحد يعني لو اتكلمنا معاه ببساطه كده، يعني ما هو طبعا ما انت عندك قيمه عقاريه، يعني عايز تسيلها في اي وقت هتسيلها يعني. وبعدين الناس اللي خدوا قروض ما خدوا قروض بضمان العقارات اللي عندهم. والحقيقه العقارات اللي موجوده عند حضرتك 90% منها هي عباره عن مديونيات عملاء. يعني موضوع ما نقعد نتكلم فيه كده تحس انه ايه، دمه تقيل شويه. ف وهو بيحط الانجاز وبيخبط في ابراهيم نافع وبيخبط في غيره. كل واحد كده لما يشم نفسه بيروح رازع اللي تحتيه. مع انه هو زمان اما كان بيشوفهم ماشيين في الكوريدور كان بيخش عند عم عبده بتاع البوفيه. يعني دول لما كانوا يشوفوا يبقى ماشي في الكوريدور كده، كان ده بيخش يقعد جوه عم عبده بتاع البوفيه. ما مش كده يا جماعه يعني، بالراحه بس شويه. حاسس يعني انتوا ناس عظيمه وكل حاجه وعلامه وكل حاجه، بس اما الاقي الاستقاله مسببه كده بالطريقه اللي انت كتبتها دي يا سيد احمد، يعني بيحسسني ان احنا لا. يعني دي الاهرام، رئيس مجلس الاداره اما يكتب استقاله مسببه ما يحطش فيها انجازاته، يقول نظرا لاي ظروف خلاص والحدق يفهم. اما الشرشحه اللي انت عملتها دي ما تلاقيش برئيس مجلس الاداره، يعني ما تلاقيش برئيس مجلس اداره الاهرام من الاخر كده. تمام. يعني ارجو، يعني مش عارف بقول لك، يعني ما اتكلمتش على اي حاجه تانية من الاهرام. ما اتكلمتش عن انجازات الاهرام، عن جامعه الاهرام، جامع الاعلام. ما اتكلمتش عن الكلام ده خالص. ما اتكلمتش يعني ايه الاهرام. انت اتكلمت عن الاستاذ احمد اللي هو في الاخر عايز تقول انه بيحارب الفساد ومش سمسار، وان هو اتبرع بكل ما معاه، وان هو ما اداش للناس واخد بالك الحد الاقصى بتاعهم، وخلى في حد كلام. احنا مش هنجيبك يا استاذ احمد تبقى رئيس جمهوريه مصر العربيه ولا رئيس مجلس الشعب حتى. يا استاذ احمد انت مسؤول عن قلعه. القلعه دي مناره بالنسبه لمصر والوطن العربي. فحضرتك لما تتكلم عن الاهرام ارجو ان انت تتكلم عليه من منطلق ده. مسألة بقى الشركة العقارية دي لا. وايه اللي جاب ايهاب طلعت في الكلام يعني؟ صراحة زيادة منك، عدت منك شوية يا استاذ احمد. و و و وما خدتش بالك انت ان انت ايه، ما مش مقامك ان انت كنت تكتب العريضة دي كلها. كنت ممكن حضرتك ببساطة كده 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 كلمتين واللي بين السطور يتفهموا. انت عايز تقول ان هما ايه، بيلجموك. قول لهم بالطريقة وخلاص، مش لازم ترص الانجازات بتاعت سيادتك.
الانجازات ساعة سيادتك دي، واخد بالك، اما انت ترصها تبقى مش انجازاتك، بس غيرك هو اللي المفروض يرصها. يقولوا اللي زي كده، يقولوا استنوا، ده عمل وسوى، مش حضرتك اللي تكتب. ف معلش يعني انا معرفش حضرتك شخصيا، ومش عايز ابقى كلامي يبقى ناقد زيادة عن اللزوم، بس ده وجهة نظري، ولك كل الاحترام والتقدير مني، لان انت في الاول وفي الاخر راجل محترم. بس ارجو ان حضرتك كنت تستشير ناس حواليك يقولوا لك آه الاستقالة المسببة ما كانتش لازم تبقى مكتوبة بالطريقة دي. شكرا لحضرتك، وشكرا ليكم جميعا، وبحبك يا بلادي، بحبك يا بلادي، مع شريف المصري.